السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هناخد الفرق بين الحروف المنفصلة والحروف المتصلة. تمام. الحروف المنفصلة اللي هي ايه؟ اللي هي ما ينفعش، يعني ايه، بتبقى زعلانة مش حابة حاجة ان هي تمسك فيها، لا قبلها ولا بعدها. تمام، يعني مش حابة ان اي حاجة تكون ماسكة فيها. يبقى الحروف المنفصلة مش بتحب حاجة تكون ماسكة فيها، عايزة تكون لوحدها كده. تمام. زي مثلا حرف الألف أهو منفصل لوحده، وحرف الب منفصل، مفيش حاجة مشبوكة فيها، بتحب تكون وحيدة كده. ماشي. إنما نيجي للحروف المتصلة. الحروف المتصلة بتحب يكون ماسكة فيها مادة إيديها كده، عشان أي حاجة تيجي تمسك فيها. تمام. يبقى تاني الحروف المنفصلة ان هي مش بتحب حاجة تمسك فيها، انما الحروف المتصلة مادة ايديها بتحب حاجة ماسكة فيها. فلو جينا بصينا للألف فوق، هو ما فيش حاجة ماسكة فيه، انما الألف في المتصلة ماسكة فيه حاجة اهو. عايز حاجة تمسك فيها هنكتبها هنا هتمسك فيه. وكذلك الب عايز حاجة تمسك فيه، او ممكن يكون الب كده برضه عايز حاجة تمسك فيه من ناحية دي ومن ناحية دي. يبقى كده ده حروف متصلة. تمام. والت برضك عايز حاجة تمسك فيه، سواء من الناحية دي أو من الناحية دي. تمام. ممكن كده متصل، يا مس ممكن كده متصل. السين عايز حاجة تمسك فيها من الناحية دي ومن الناحية دي برضه عادي، ممكن كده متصل وكده متصل. تمام. يبقى تاني الحروف المنفصلة هي الحروف اللي ما بتقبلش إن حاجة تمسك فيها، إنما الحروف المتصلة عايزة حاجة تمسك فيها، مادة إيديها عايزة حاجة تشدها تمسك فيها. تمام. لو جينا هنا نبص تمارين، بيقول هنا اكتبوا الحروف المتصلة. طب دي حروف كده منفصلة، وجينا نبص الألف واقف لوحده زعلان، والب واقفة لوحدها، والت والس واقفة لوحدها زعلانة. احنا عايزين نكتبها ايه؟ حروف متصلة. طب نكتبها ازاي حروف متصلة يا مس؟ هنقوم جايين رايحين عاملين الألف كده عشان حاجة تشبك فيه تمسكه. طيب والبه يا مس؟ هنعملها كده اهو، حاجة تشبك فيه. ممكن يا مس البه تبقى كده، ايوه ده متصل برضه، ما في حاجة هتتصل بيه هنا. والت كذلك اهي، حاجة تشبك فيها. والس اهي، حاجة تشبك فيها. تمام. والشين اهي، حاجة هتشبك فيها. تمام. يبقى الحروف المتصلة هي الحروف اللي بتبقى عايزة حاجة تشبك فيها. تمام. ويقول لك هنا اكتب الحروف منفصلة. طب دي حروف متصلة يا مس، احنا عايزين نكتبها حروف منفصلة، نكتبها ازاي؟ هنخليها وحيدة زعلانة لوحدها اهي. الالف اهو، بعد ما كان ماسك في حاجة عايز حاجة تمسك فيه، لا خلاص بقى لوحده، بقى منفصل لوحده. تمام. الب اهي، الجيم اهي، السين اهي. تمام. يبقى تاني الحروف المتصلة هي اللي بتحب حاجة تكون ماسكة فيها، مادة ايديها عايزة حاجة تمسك. انما الحروف المنفصلة بتبقى وحيدة مش عايزة حاجة ماسكة فيها. تمام. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.